يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحمد لله المبدئ المعيد ذي العرش المجيد، الملك ملكه والخلق خلقه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك، وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه من العبيد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقاته، وتسابقوا بتقواه إلى جنته ومرضاته، فالجنة ما أعدت إلا للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم، فها هم وفد الرحمن يأتون يوم القيامة راكبين مكرمين معززين وبالخير مبشرين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، تساق مراكبهم إلى دار الكرامة والرضوان. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات كما كانوا في هذه الدنيا، فالمقربون مع المقربين، والأبرار مع الأبرار، وأهل الصلاة مع أهل الصلاة، وأهل الصيام مع أهل الصيام، وأهل الصدقة مع أهل الصدقة. يفرح بعضهم ببعض ويأنس بعضهم ببعض، وكانوا قد حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار ليقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت في هذه الحياة الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، لئلا يكون في القلوب شيء فيعكر نعيم الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، يقدمون ويصلون إلى أبواب الجنة الثمانية المقفلة فيجدونها مقفلة، فإذا برجل يتقدم الناس فيقرع باب الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فلا إله إلا الله، ما أعظمه من منظر رهيب عباد الله. فها هي أبواب الجنة تفتح لنبينا بعد صبر طويل وشوق جليل. أجل إنها الجنة عباد الله، فكم تحركت القلوب عندما كانت تقرأ نعيمها، وكم ذرفت العيون عندما كانت تسمع وصفها. فاليوم يوم الراحة الذي لا تعب بعده، اليوم يوم الأمن الذي لا خوف بعده، اليوم يوم النعيم الذي لا بؤس بعده. فها هي الأبواب تفتح والأعناق مشرئبة
والأبصار شاخصة تنظر إلى داخل الجنة فيرون نعيماً لا يستطيع أن يصف جماله وروعته أحد، ولا يمكن التعبير عنه إلا كما قال الواحد الأحد: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وليت شعري كيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مستقراً ومقراً لأحبابه، وصف نعيمها بالفوز العظيم، ملأها برحمته وكراماته ورضوانه، ووصف ملكها بالملك الكبير، أودعها جميع الخير بحذافيره، طهرها من كل عيب ونقص وآفة. أجل عباد الله، تفتح أبواب الجنان ويبدأ الترحيب والحفاوة من الملائكة لأهل الجنة ودعوتهم للدخول فيها، كما قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. وشوقاه لتلك الكلمة، وشوقاه لذلك الترحيب: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدون. أتراهم يتنعمون فيها 1000 سنة؟ لا والله. أيتنعمون فيها ملايين السنين؟ لا والله. أيتنعمون فيها مليارا؟ لا والله. خالدون فيها إلى أبد الآبدين. تنادي ملائكة كل باب من الأبواب 8، تنادي الناس للدخول إلى الجنة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فإذا كنت يا عبد الله تعيش في هذه الدنيا من غير صلاة ولا صيام ولا صدقة، إذا كنت تعيش في هذه الحياة الدنيا من دون سنن الرواتب، ومن غير صلاة الوتر، ومن غير صلاة الضحى، ومن غير قراءة شيء من القرآن، ومن غير صوم النفل وصدقة التطوع، فلا تتعجب يوم القيامة أن تقف مكتوف اليدين وترى الناس ينادون حولك من الأبواب للدخول إلى الجنة. ينادى هذا ليدخل من باب الصلاة، وهذا من باب الصيام، وهذا من باب الصدقة، بل هناك من يدعى من الأبواب 8 كلها فيدخل منها. يدخلون الجنة صفاً واحداً متماسكين بالأيدي، لا يتقدم أحدهم على الآخر، لا والله. فإذا دخلوا الجنة ووضعوا أول قدم في الجنة، ويا لها من لحظة ما أجملها عباد الله، استقبلهم الملائكة بالضيافة والكرم، فأول ما يتحفونهم به زيادة كبد الحوت، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها، ثم يشربون عليه من عين فيها تسمى سلسبيلا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. قال الله عز وجل: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فتعالوا لنتعرف على الجنة. إنها الجنة عباد الله التي عرفها الله عز وجل لنا، فإن سألتم عن تربتها وأرضها فهي المسك والزعفران، وإن سألتم عن سقفها فهو عرش الرحمن،
وإن سألتم عن بلاطها فهو المسك الأذفر، وإن سألتم عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألتم عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألتم عن أشجارها فما فيها من شجرة إلا وساقها من فضة أو ذهب، لا كما في الدنيا من أشجار الخشب والحطب. إن سألتم عن ثمارها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل. إن سألتم عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. إن سألتم عن أنهارها ففي الجنة أنهار من لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنهار الجنة تجري في الجنة ليس لها أخدود، إنما هي سائحة على وجه أرض الجنة في منظر مهيب ومشهد مدهش. وإن سألتم عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وإن سألتم عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور. وإن سألتم عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. وإن سألتم عن سعة أبوابها فما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 من الأعوام. وإنه والله ليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. وإن سألتم عن ظلها ففيها الشجرة الواحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. وإن سألتم عن سعتها وحجمها فأدنى أهلها يسير الراكب في ملكه وفي سرره وفي قصوره وفي بساتينه مسيرة 2000 عام. وإن سألتم عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من تلك الخيام. وإن سألتم عن ارتفاعها وقصورها فغرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. فلا إله إلا الله، ما أجمل تلك الديار. وإن سألتم عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. وإن سألتم عن فرشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب. وإن سألتم عن الأرائك فهي الأسرة عليها الحجال مزررة بأزرار الذهب، فما لها من فروج ولا خلال ولا عطب. إن سألتم عن جمال أهل الجنة فوجوههم على صورة القمر. وإن سألتم عن أسنانهم وأعمارهم فأبناء 33 على صورة أبيهم آدم أبي البشر. وإن سألتم عن سماعهم ماذا يسمعون فغناء أزواجهم من الحور العين، وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين، وأعلى منهما كلام وخطاب رب العالمين. إن سألتم عباد الله عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب مما يشاء الرحمن تسير بهم حيث شاءوا من الجنان. إن سألتم عن حليهم وشاراتهم فأسوار الذهب والفضة على الرؤوس كالتيجان. إن سألتم عن خدمهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. وإن سألتم عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب التي جرى في أعضائهن ماء الشباب، تجري الشمس في محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت. إذا قابلت زوجها وحبها في الجنة فقل ما تشاء في تقابل النيرين. وإذا حادثته
فما ظنك بمحادثة في الجنة بين الحبيبين؟ يرى الرجل من أهل الجنة يرى وجهه في خدها كما يرى نفسه في المرآة التي جلاها، ويرى مخ ساقها من وراء اللحم لا يستره عظم ولا جلد ولا حللها، حور مقصورات في الخيام. إذا اطلعت هذه الحورية، هذه الزوجة في الجنة، إذا اطلعت على أهل الدنيا ملأت ما بين السماء والأرض ريحة، واستنطقت أفواه الخلائق تكبيرا وتهليلا وتسبيحا، ولطمست ضوء الشمس هذا الذي يطمس النجوم وضوء النجوم، ولا آمن من على الأرض بالحي القيوم. أجل إخوة الإيمان، هذا ما يراه أهل الجنة في الجنان، يرون العجب العجاب، يرون ما يكاد يذهب بالألباب، كما قال الله عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق القوي المتين، ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وقضى بحكمته وهو أحكم الحاكمين. أحمده حمد الشاكرين، وأسأله معونة الصابرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله للناس أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن هذه الدنيا الفانية التي نعيش فيها لا يخلو فيها المرء من خوف على المستقبل، فكم فيها من صحيح سقم، وكم فيها من غني افتقر، وكم فيها من ذي مرتبة تضعضع، وكم فيها من شاب هرم، وكم فيها من متقدم تأخر. هذه الدنيا التي قال عنها الشاعر: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. هذه الدنيا التي تعلقت نفوسنا بها ولم يسلم منها أحد إلا من رحم الله. لقد عرف حقيقة هذه الدنيا والله من أدرك أن الله عز وجل قد أعد في جنته ومستقر رحمته من أنواع النعيم والمتع واللذائذ ما لا يمكن وصفه ولا حصره ولا عده. ومن ذلك عباد الله، إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فينطلقون إلى قصورهم وإلى مساكنهم سعداء في جمال الأجواء وطيب الهواء، فلا داء في الجنة ولا دواء، ولا موت في الجنة ولا فناء. إنها الجنة التي قال في وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. واسمعوا عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، غمسة واحدة عباد الله، فيقال له: يا ابن آدم، يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟
فيقول لا والله يا رب، ينسى كل الهموم وكل الأمراض وكل الفقر وكل الغموم، فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شدة قط. فقولوا لأصحاب البؤس، قولوا لكل مقهور ومظلوم في هذه الدنيا إن نعيم الجنة ينتظركم، ولكن اعلموا بارك الله فيكم أن الجنة قد حفت بالمكاره وأن النار قد حفت بالشهوات، فكونوا على حذر، كونوا على حذر من كل ناعق يدعوكم إلى معصية الله، كونوا على حذر من دعاة الضلال، كونوا على حذر من أهل البدع والزيغ والأهواء. أولئك يريدون أن نميل عن الجنة ميلا، والله يريد أن يتوب علينا ويريد لنا الجنة، كما قال عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فيا أصحاب المحن والابتلاءات، يا أصحاب الشدائد والأزمات، اثبتوا على ما أنتم عليه من الاستقامة والطاعات، اثبتوا على توحيدكم في هذا الزمن الذي كثر فيه الشرك والخرافات، اثبتوا على صلاتكم في هذا الزمن الذي ضيعت فيه الصلوات، اثبتوا على صيامكم في هذا الزمن الذي جهر به بالإفطار والمنكرات، اثبتوا على صدقكم وأمانتكم في هذا الزمن الذي كثر فيه الكذب وضيعت الأمانات، اثبتوا على أخلاقكم ومبادئكم في هذا الزمن الذي ساءت الأخلاق فيه وفسدت العلاقات، اثبتوا على طاعة ربكم حتى تكونوا ممن يقال لهم يا أهل الجنة. واسمعوا معي عباد الله لهذا النعيم العجيب والموقف الرهيب، ينادى على أهل الجنة في الجنة يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته، فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم، فيستوون على ظهورها منطلقين مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا، فجمعوا هناك فلم يغادر منهم الداعي أحدا. أمر الرب سبحانه وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم على كثبان المسك، لا يرون فوقهم أصحاب الكراسي، لا يرون أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم أماكنهم واطمأنت بهم مجالسهم نادى المنادي يا أهل الجنة سلام عليكم، فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فيكون أول ما يسمعون منه تبارك وتعالى أين عبادي؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ هذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا، أن قد رضينا، وهم في الجنة، أن قد رضينا فارض عنا يا ربنا، فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، هذا يوم المزيد فسلوني، فيجتمعون على كلمة واحدة
ربنا أرنا وجهك ننظر إليه. لا إله إلا الله. إنها اللحظة التي تنتظرها الخلائق، ينتظرها المؤمنون، ينتظرها المسلمون في الجنة. ربنا أرنا وجهك ننظر إليه. وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصولهم، بخلاف الفرق الضالة التي تنكر رؤية الله عز وجل في الآخرة. فهو سبحانه هو الذي أخبر عن نفسه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ربنا أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله سبحانه وتعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا. ثم لا يكون أحد في هذا المجلس الذي اجتمعوا فيه مع الله إلا وكلمه ربه، حتى إنه يقول: يا فلان يا فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره بغدراته في هذه الدنيا. يا فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم، يقول الله تعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول لهم: يا أهل الجنة، هل رضيتم بهذا النعيم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول لهم: يا أهل الجنة، ألا أعطيكم أفضل من هذا؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول لهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. لا إله إلا الله. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو، فهل ترى نعود لأوطاننا ونسلم. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واستعملنا في طاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.